الله الرحمن الرحيم. صباح الخير، صباح البشريات. اليوم الخميس يوم 13 نوفمبر 2025. يمكن بابانوسا تعرضت لثلاثة مرات من الهجوم، ثلاثة هجوم، يعني تعرضت ثلاثة مرات، اتهجمت والحمد لله تم صد الهجوم وتم تكبيد الجنجويد خسائر كبيرة جدا. ولكن يا جماعة الكلام ده ما بيكفي، ويمكن احنا بنطالب بالاستراع في فك الحصار بتاع بابانوسا. وصاح الجيش عنده الخطط بتاعته، عنده تكتيكه، ولكن في هذه الايام يعني ونحن كلنا بنطالب بفك حصار بابانوسا والاسراع في المتحركات في اتجاهات مختلفه، النهود وغيرها والخوي. ظهرت تاني النبره بتاعت انه الجيش ما دار يتحرك والقيادات ما دارت تتحرك، وده طبعا ده شغل فيه اعلام، فيه اعلام مضلل وفيه اعلام حقنا احنا ديل. يعني وان الناس بتحاول بتعمل تخويف لناس كردفان المواطنين انه يطلعوا. ما تفتكر برضو انت دي عمليه سهله، وحتى في كردفان وحتى في اي حته في خونه في عملاء. زمانك في الجزيره وفي الخرطوم شفنا المساله دي، شفنا المدعمين، شفنا الخونه. ما تفتكر الجيش هسه الناس حتى يعني انت بتتوقعوا انه يكونوا يعني تبعك، يكونوا معاك، والناس عارفين الكلام ده، كان في كردفان ولا في الجزيره ولا في دارفور ولا في اي حته. ولكن يا جماعه الرسائل بتاعت التخوين والرسائل بتاعت التخويف الناس ما تلتفت لها كثير. الناس ما تلتفت للرسائل دي وما تحاول تعلق تعليقات سالبه، واللي حصل في الفاشر حيحصل في بابانوسا وما عارف شنو. يعني انت ما تعمل تهيئه للجنجويد انه في النهايه يعني احباط للقوات بتاعتنا. القوات بتاعتنا متماسكه في بابانوسا نعم، ولكن احنا في النهايه بنطالب بالجيش انه يسرع في فك حصار الفاشر. تمام يا جماعه. يعني ان شاء الله يعني باذن الله متوقعين، نحن متوقعين باذن الله يتم فك حصار بابانوسا. والمتحركات دي كثيره والجيش ده كثير ومتوفر، ولكن الناس ما تطعن في الجيش ولا تطعن في قياده الجيش ولا تطعن في البرهان ولا في تباطؤ ولا في تكاسل ولا في تسليم لبابانوسا ولا في كلام زي ده. ولكن الاعلام شغال، الاعلام بتاع الجنجويد شغال، والاعلام بتاعنا نحن برضه شغال بطريقه سلبيه. الناس حتى المواطن العادي ده تلقاه بيتكلم بطريقه سلبيه. لا، خليك واقف مع الجيش. شيروا المقطع ده يا جماعه، يديكم العافيه، وان شاء الله النصر زي ما قالت الاخت، النصر جاي ونصر الله جاي قريب جدا، وما في زول بيقف معك. اصله برا كده، برا السودان ده ما في زول بيقف معك، برا الناس، برا شي شيرتها. بس قال وزير الخارجيه الامريكي قال يجب وقف جنجويد والتدفق بتاع المرتزقه، قال عديل كده ده، قال دايرين توقفوا. وبعد ذاك صنفوا الناس زي تصنيف معين، والناس زي ما بيفوا بوعودهم، ولا في هدنه بتنفع معاهم، ولا في ممرات انسانيه بتنفع معاهم، ما في حاجه بتنفع معاهم. وزير الخارجيه